خلال هذا الاحتفال الطيب المنظم في هذا الجبل الغالي على قلوبنا جميعا، التقينا ببعض أهالي جبل شدى الأعلى، وهم الأستاذ عطية علي الغامدي والأستاذ محمد أحمد غانم مدير شؤون المعلمين بإدارة التربية والتعليم بمحافظة المخواة، والأستاذ ناصر بن عبد الله معرف قرية السلاطين، لنأخذ ونتلمس بعض المشاعر لديهم، وكذلك والدنا الأخ والشيخ أحمد سعيد. فنبدأ بأكبرنا سن الشيخ أحمد سعيد ليرحب بضيوفه ونأخذ بعض مشاعره في عجالة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نرحب بالضيوف الكرام، مرحبا مرحبا أعداد الحياة، حياكم الله جميعا، البعيد والقريب والرفيق، يا مرحبا يا مرحبا. شدى الأعلى هو قمة الجبال كلها، ونحن نرحب بالجميع. شدى الأعلى نشأنا فيه سابقا، وفتحنا الخطوط على حسابنا واشتغلنا على حسابنا، وذا الحين الحمد لله رب العالمين دولتنا هيت لنا الدركتلات والشيولات، والحمد لله رب العالمين. نطلب من أمارة الباحة أن يلفتون النظر لنا، لحيث أننا بحاجة للخط هذا. نرجو منهم ومن المسؤولين أن يلفتوا النظر للطريقة شدى الأعلى هذا. وصلى الله على محمد. وفي من يتكلم خلافي وقدام هذا ألقينا محاضرة، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسعد الله مساء الجميع في هذا الجو العليل الطيب المبارك. ثانيا نرحب أجمل ترحيب في قمة جبل شدى الأعلى بقناة الفرسان، هذه القناة الفتية التي دائما وأبدا مع المواطن في السراء وفي الضراء، وإن شاء الله في السراء أكثر من ذلك. فنرحب بهم أجمل ترحيب، ونقول أهلا وسهلا في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة غالية على قلوب الجميع، ألا وهي اليوم الوطني. نحن أهالي جبل شدى الأعلى نحتفل في هذا اليوم الطيب المبارك باليوم الوطني المجيد المحب على قلوبنا جميعا. ونحن الآن في هذا الجبل أيضا الكشافة التي عن طريق وزارة التربية والتعليم ممثلة بالإدارة قسم النشاط الطلابي، الذي ولله الحمد كشافة هذه المنطقة أقامت العلم السعودي على أعلى قمة في جبل شدى الأعلى، وهو مصل إبراهيم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمي وباسم أهالي شدى الأعلى نرحب بضيوفنا الكرام، بسعادة محافظ المخواة وبسعادة مدير التربية والتعليم بالمخواة، وبجميع أبنائنا الطلاب الذين اختاروا هذا المكان ليكون مقرا لمعسكرهم الكشفي. نحن أهالي شدى الأعلى نرحب بكم جميعا أيها الضيوف الكرام في هذه المناسبة العظيمة. كل مواطن منا يدرك مدى أهمية هذه المناسبة. هذا اليوم الذي جمع الله فيه شتات جزيرة العرب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على يد قائد عظيم. فنحن إلى هذه اللحظة ونحن نعيش في أمن وأمان في ظل شريعتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم تمكينا ورفعة وعزا. فأهلا وسهلا بالجميع، وحياكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي الصابرين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين. بادئ ذي بدء نرحب بالضيوف الكرام الذين شرفونا، ونحن في انتظار وصول محافظة المخواة ورفقائه الكرام، فنقول للجميع أهلا وسهلا وحياكم الله. حيا الله الجميع الذين وفدوا في هذا اليوم إلى هذا الجبل الطيب المحبوب إلى قلوبنا، ألا وهو جبل شدى الأعلى غامد. حيا الله الجميع في هذه المناسبة التي هي مناسبة
لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، ألا وهي اليوم الوطني الذي نفتخر دائما بكل سنة أن نقيم هذا المناسبة التي تم فيها توحيد المملكة العربية السعودية على يد موحد هذه الجزيرة والذي لم شتاتها، ألا وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، ومن بعده أبنائه رحم الله من توفي ووفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي عهده والأسرة المالكة وجميع من يسعى في خدمة هذا البلد الطيب. ختاما أشكر هذه القناة التي زارتنا، ونتمنى للجميع طيب الإقامة في هذا اليوم، وأن يتم هذا الحفل بكل خير وسرور، شاكرا ومقدرا لجميع من حضر، وشاكرين للجميع حضورهم واستجابتهم لدعوتنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، ونحن نحتفل جميعا ونشارك أبناء المجتمع السعودي في هذا اليوم الأغر الأمجد الذي فيه توحدت بلادنا العزيزة على يد صقر الجزيرة، فرحمه الله والحمد لله على هذه النعم التي نتجت من بعد توحيد هذه البلاد الغالية. نحن لا شك إن فيها كلمات وفيها مهرجان سيقام بحضور محافظة المخواة ورفاقه الكرام، وسنشارك بكلمات عن يومنا الوطني، وسنقول إن شاء الله ما يسر خطر الجميع، إنما هذه الكلمات هي مبدئية. ونشكر هذه القناة التي حضرت وستشارك في هذه الاحتفالية لأبناء شدة. وأبناء شدة هم يعني الحمد لله يعني نخبة ممتازة، متعاونين متحابين متعاضدين على الأخوة وعلى التقوى وعلى البر، والحمد لله على كل حال. هم كلهم هؤلاء تعلموا في هذه المدرسة وفي هذه القرية التي كانت هي منبعث يعني الرسالة التعليمية لأبناء هذا الجبل. نحمد الله ونشكره، ونسأل الله أن يغفر لمن سعى وأوجد ذلك المركز الإشاعي العلمي المعرفي في هذه القرية، كما أننا جميعا ندعو بالمغفرة لمن هيأ هذا المكان، وهو أحد رجال يعني منسوبي التربية والتعليم، يغفر الله له ويرحمه، فقد قام بخدمة عظيمة وجليلة. نحن الآن شايب بارك الله فيك نتمتع بذلك العطاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مباركة من عند الله. أما بعد، ففي هذا اليوم الطيب المبارك ونحن نحتفل باليوم الوطني، وهذا العلم السعودي يعلو أعلى قمة في هذا الجبل، فهذا شرف عظيم لنا ولدولتنا، ونسأل الله أن يوفق كل من ساهم في رفع هذا العلم. وأنا أعتبر الشباب الكشفي النشاط الكشفي الذين رفعوا هذا العلم على أعلى قمة إنهم أصحاب همة عالية ورجال تعليم يستحقون التقدير والمكافآت، ونسأل الله لهم التوفيق. وهذا من الرجولة، وهذا من كمال المعنوية والعلم، وأصحاب العلم النافع وأصحاب الهمة العالية، فأتمنى لهم التوفيق. كذلك هذه المناسبة قد تزامنت مع حضور القائد الكشفيين لنصب هذا العلم في هذا المكان، والأخوة أهالي شد الأعلى وفقهم الله لما يحب ويرضاه، قد وضعوا احتفالهم هذا اليوم ليكون فيه مساندة ورفعة لهذا القائد الكشفي، ونشكر رئيس القائد الكشفي والقائد الكشفي الذي رفع العلم، مشكور مشكور مشكور.
ونتمنى لها التوفيق، ونشكر القبيلة كلها الذي تعاونوا على الوجود في هذا المكان وإيجاد هذا الاحتفال الطيب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صلابتهم، لأنهم قد اكتسبوا الصلابة من صلابة هذا الجبل. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح والسداد، ونتمنى وصول محافظنا الغالي إلى هذا المحل وهو يتمتع بصحة جيدة وصحبه الكرام. ولكم مني أغلى تحية واحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدد ما يحل الله وبيت الحرام. يا سعود البشر وانا بعد يا سعودي، يوم رينا محافظنا وصل عندنا. وبيت الحرام كلنا ضامد الهيلا جيوش السعودي، من يعاند فلا يقوى على عينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد وناصر الجبال بلا وتد ومنزل الموعد بلا عدد، والصلاة والسلام على خير البشر محمد الهادي إلى خير مستقر، وعلى آله وصحبه ومن اقتفاه على الأثر. أما بعد، سعادة المحافظ المفواه الدكتور محمد بن جمعان دادا،
سعادة مدير التربية والتعليم، سعادة مدير شرطة المخواه، سعادة مساعد مدير العام للهيئة بمنطقة الباحة، أصحاب السعادة والفضيلة أيها الجمع المبارك، مرحبا بكم ترحيبة صدح بها شدى الأعلى بشره وشجره وحجره وطيره. مرحبا بكم غنت بها الغارة ورددتها قمم شدى الأعلى. مرحبا بكم ترحيبة أصيلة أصالة البن الشدوي وحلوة حلاوة موزه معطرة برياحينه وبركه وشيحه وعطره. مرحبا بكم رددها سحاب يعانق قمم شدى شموخا وفخرا بوجودكم. مرحبا بكم وشدى في هذا اليوم يزهو فخرا بوجودكم ويتغنى بأن لبست قمته هذا اليوم تاج العز والفخر، يوم أن رفرف العلم السعودي علم التوحيد علم المملكة العربية السعودية على قمة مصلى إبراهيم، يوم أن رفرف العلم على أعلى نقطة في منطقة الباحة خصوصا ومن أعلى القمم على مستوى المملكة العربية السعودية، ليعلن أن القمة للوطن، أن القمة للوطن، أن القمة للوطن. هذا الحدث الذي جسدته إدارة التربية والتعليم بمحافظة المخواه من خلال فرقها الكشفية ولسان حالها يقول إن فخرنا بوطننا وشموخه يفوق كل وصف ويعلو كل خيال. ويصادق أهالي شدى الأعلى كبيرهم وصغيرهم على أن حبنا لوطننا نجسده من خلال اعتزازنا بديننا وولائنا لمليكنا وانتمائنا لمملكتنا الغالية. غردي يا طيور البلابل واصدحي بأجمل الأصوات رددي، اسمعينا شجنا عذبا عله يوقظ في نفوسنا ذكريات الجبل، واشعلي في قلوبنا جذوة الذكرى لمن كان هنا ورحل. ذكرينا بإنسان هذا الجبل، بل ذكرينا بحجره وشجره وحتى الرمل. ها قد أتانا من الركبان من نحب ومن نجل، ها قد أتانا محافظ المخواه وصحبه مسكنهم في المقل. فأهلا وسهلا بضيوف جبل شدى غامد الكرام، يقولها الكبار والصغار، ينطق بها القلب قبل اللسان. خير ما نبدأ به حفلنا هذا القرآن الكريم مع القارئ أحمد علي سعيد الزبيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن
افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. أصحاب السعادة أيها النبلاء الكرام، ونحن على أعتاب يوم الوطن، يوم التلاحم، يوم الحب والوفاء، نذكر بفخر واعتزاز يوم أن أشرقت شمس الموحد، شمس الملك الهمام عبد العزيز بن عبد الرحمن، فمزقت جلابيب ظلام الفرقة والتناحر، وغرست شجرة الحب والتلاحم، فتعانقت شواطئ الخليج العربي مع شواطئ البحر الأحمر، وتصافحت صحاري الشمال مع قمم الجنوب، فكانت مملكة الحب والسلام عنوانا للوحدة والمحبة والوئام، وتعاقبت أيدي الخير والعطاء على البناء، فسلم الراية إمام إلى إمام وملك إلى ملك، إلى أن وصلت إلى الملك الصالح والإمام العادل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وأيده بالنصر والتوفيق، وألبسه ثوب الصحة والعافية، والكل يبذل الغالي والنفيس لتصبح مملكتنا رمزا للتقدم والازدهار ومضرب مثل للأمن والاستقرار. لأهالي جبل شدا غامد كلمة حب وود، بل كلمة ترحيب وتعبير عما في نفوسهم من تخبير لضيوف جبل شدا غامد الكرام. كلمة الأهالي مع الشيخ محمد أحمد سعيد الباشا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والصلاة والسلام على رسوله القائل: إن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. سعادة محافظة المخواه راعي هذا الحفل المبارك حفظه الله، سعادة مدير التربية والتعليم بمحافظة المخواه المحترم، أصحاب السعادة والرؤساء الأقسام بمحافظة المخواه المحترمين، العرفاء الكرام من قبيلة بني عمر الموالى، والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جبل شدا الأعلى، أرض النسيم والعليل والجو الجميل. مرحبا بكم في جبل النمر والفهد والذئاب. مرحبا بكم في جبل زراعة البن والموز والحمضيات. مرحبا بكم كلما لاعب الهواء أشجار العرعر وأغصان الشجر. مرحبا بكم كلما لف الضباب على جبل إبراهيم والمصلى. مرحبا بكم في قرية الشيخ عبد الله بن أحمد رحمه الله، والتي انطلقت منها مسيرة التعليم لأبناء وبنات هذا الجبل. مرحبا بكم راعين للحفل وضيوفا كراما أعزاء على أبناء شدا الأعلى. سعادة المحافظ، في هذا اليوم وأبناء شدا الأعلى يشاركون أبناء المجتمع السعودي في الاحتفال بذكرى ذلك اليوم الوطني الذي توحدت به كل الأراضي والأقاليم
المكونة لهذا البلد الغالي، إذ نعبر عما تكنه قلوبنا لهذا البلد من حب ووفاء وصدق وإخلاص، ونقول باسم أبناء هذا الجبل الأشم: الحمد لله الذي وهبنا وأعطانا هذا الكيان الكبير وهذا الوطن الغالي الذي يحتوي على كل مقومات الحياة الدينية والدنيوية. فيه بيت الله ومكة المكرمة التي هي مهبط الوحي ومهد الرسالات ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة التي هي منطلق الدعوة المحمدية والفتوحات الإسلامية إلى أصقاع المعمورة. فيه الذهب الأسود والذهب الأحمر وكل المعادن الثمينة. فيه الجبال والوهاد والسهول والصحاري والبحار التي تزخر بالثروات السمكية والبواخر والسفن التي تجوب عباب البحر وتنقل الخيرات من الشرق والغرب. الحمد لله الذي جعلنا أمة واحدة متجانسة لا طوائف ولا عرقيات. الحمد لله الذي هيأ لنا حكومة راشدة تهتم بالمواطن وتقول الحق وتعدل به. الحمد لله الذي هيأ لنا حكومة رائدة في محيطها الإقليمي وعلى المستوى العالمين الإسلامي والدولي. الحمد لله الذي بدد عنا ذلك الثالوث: الفقر والجهل والمرض، حيث أصبحنا نعيش 25 جامعة وأكثر من 30,000 كلية وما يقارب 35,000 مدرسة وما يقارب 5 ملايين طالب وطالبة وأكثر من 150,000 طالب وطالبة يدرسون في الجامعات الغربية والأمريكية والشرقية. وبعد إن كانت الأمراض تحصد الكبار والصغار، نشاهد هذا اليوم ونحس اختفاء تلك الأمراض من شلل الأطفال والسعال الديكي وجدري الماء والحصبة الألمانية والسل الرئوي وحمى الملاريا وكثير من الأمراض الأخرى. وأصبحت القرى تحظى بمراكز صحية ورعاية أولية، وفي كل المحافظات والمدن توجد المستشفيات ذات السعة المختلفة حسب كثافة المحافظات وعدد السكان. وأصبحنا نجري في بلادنا أصعب العمليات الجراحية كجراحة القلب وزراعة الأعضاء وفصل التوائم. وبعد إن كان التنقل والمواصلات من بلدة إلى أخرى على الجمال والخيول والحمير، أصبحنا نقتني أفخر السيارات ونسكن المباني الفاخرة. ولا أدل على ذلك أكثر من تلك العقاب التي تربط محافظة المخواه بمدينة الباحة ومحافظة بلجرش، وتلك العقاب الصعبة والعملاقة التي تربط الطائف بمكة المكرمة. إنها والله لذكرى عزيزة وطيبة وجميلة على قلوبنا، نستذكر ماضينا الصعب وحاضرنا الطيب ومستقبلنا الواعد. إنها ذكرى ذلك اليوم الوطني الذي توحدت فيه كل القبائل والمناطق في ذلك التاريخ
في عام 1351 على يد ذلك الرجل المقوار صقر الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله ورفاقه الميامين، الذي استرد ملك آبائه وأجداده في عام 1319 عندما فتح مدينة الرياض، وبدأ بتوحيد تلك الأقاليم واحدة تلو الأخرى حتى أصبح هذا الوطن الغالي باسم المملكة العربية السعودية في عام 1351. سعادة المحافظ، إن أبناء هذا الجبل وهم يحتفلون بتلك المناسبة العزيزة والغالية أن يجددون البيعة والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين ويعاهدون الله ثم يعاهدون حكومتنا الرشيدة أن يكونوا عيونا ساهرة جنبا إلى جنب مع جنودنا البواسل لحماية وحفظ أمن هذا الوطن الغالي من كيد الخائنين وحفظ الحاقدين ومن شر تلك الفرق الضالة، وإن أنفسنا وأبناءنا وأموالنا فداء لوطننا الغالي وحكومتنا الرشيدة. حمى الله وطننا وحفظ حكومتنا، وجزاكم الله خير الجزاء أيها المحافظ. سعادة المحافظ، إن أبناء شدا يقدمون لكم الشكر والتقدير والعرفان أنت وصحبك الكرام على تحملكم مشاق الصبر وصعوبة الطلوع إلى قمة هذا الجبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل إنسان طريقته في التعبير عما يجيش في دواخله، نثرا كان أو شعرا، يوصل من خلاله صدق مشاعره. الآن مع قصيدة شعرية للشاعر الأستاذ هاشم محمد رضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة محافظ محافظة المخواه، أصحاب السعادة أيها الجمع المبارك، ونحن نعيش فرحة اليوم الوطني ونقطف ثمار غراس المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بعد توحيد البلاد وإعلاء كلمة التوحيد. يسعدني أن أقدم لكم قصيدة صادقة تحمل المشاعر وتعبر عن كثير من آمال وأحلام وطموح أبناء هذا الجبل العظيم. فحياكم الله بيننا، ونبدأ. سجل لديك محبتي ووفائي، سجل لديك محبتي ووفائي ورسائلي ومطالبي ورجائي. سجل بأعلى قمة وحضارة طيبي ومعروفي وصدق ولائي. أهلا وسهلا يا محافظ بيننا، شرفت دار معزة وإبائي. شرفت قوما إذ حضرت ململما كل الجراح ملبيا لندائي. شرفت قوما إذ حضرت ململما كل الجراح ملبيا لندائي. شرفت شدوان الكرامة كلهم حي الكريم معانق الجوزاء. شرفت شدوان الكرامة كلهم حي الكريم معانق الجوزاء. سجل فهذا اليوم يوم خالد، ذكراه تبعث في النفوس صفائي. هو يومنا الوطني يشرق باسما والغير في هم الردى وعنائي. هو يومنا الوطني
يشرق شامخا بين الديار بعزة وبهاء. هو يومنا الوطني يشرق بالهنا والسعد والأفراح في الأرجاء. هو يومنا الوطني ذكرى قائد جمع الشتات بحكمة وجلاء. فغدت بلاد الخير قبلة عالم رفعوا أكف ولائهم ودعائي. حتى أتى العصر المبارك هانئا، حتى أتى العصر المبارك هانئا في ظل شهم قائد الغبراء. قال الحياة رغيدة فلشعبنا حبي وإخلاصي وخير عطائي. سجل وأنت بحضرة الجبل الذي سكنته أسد صارعوا لبقائي. أخذوا من الجبل العظيم شموخهم فتراهم دوما إلى العلياء. نحتوا من الصخر الصلاب طريقهم نحو العلا يمضوا بلا استثناء. فالعلم قد زال العقول ومجدهم نصبوه نجما هادئا بسماء. تلك العقول تفتحت بأريجها من ها هنا سارت بكل لواء. سجل وأنت خطوت بين مهادنا هذا الجمال، هذا الجمال أيستباح بدائي. هذا الجمال أليس فيه ثروة؟ هذا الجمال أليس فيه ثروة؟ يهدي البلاد سياحة الشرفاء. فالأرض بكر والطيور نواعم رقصت نسائم حبنا وغنائي. هل هذه الطرق المميتة خدمة؟ حتما فإن خطوطنا لعنائي. والماء جفت بئره فتوقفت كل الحياة وحسرة لدلائي. والأرض عطشا والزهور ترملت والبن يرثي هجرتي وبكائي. فعقودنا الخمس التي قد نالها ظلم النزوح وعيشة الضوضاء. ما كان هذا مطلب أو فكرة، ما كان هذا مطلب الأهواء. فشد العظيم بقدره وجلاله عانى من التهميش والإرجاء. فشد العظيم بقدره وجماله عانى من التهميش والإرجاء. سجل فأنت سفيرنا لقيادة، سجل فأنت سفيرنا لقيادة تهدي الجميع حقوقهم بوفاء. سجل عظيم محبة ومودة للقائد الراعي لكل بناء. أخبره أن شداءنا ورجالنا درع حصين مصرع الأعداء. أخبره أن غامد بفعالنا، أخبره أن غامد بفعالنا وقلوبنا تهفو ليوم لقائي. أخبره أن للديار حماتها، أخبره أن للديار حماتها. نروي الديار بعزمنا بدمائي، نروي الديار بعزمنا بدمائي. وأعترف ترحاب بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي فعلته بنا يا جبل شدى؟ أزرعت في قلوبنا حبا أبديا أم عشقا لا نستطيع أن نبرأ منه؟ كلما حاولنا الرحيل عنك بعيدا جذبتنا إليك مشاعر الذكرى والحنين، ثم نقرر العودة إليك في كل حين. والآن مع فيلم قصير بعنوان شدى قمة ولاء، كتابة النصوص الأستاذ رضوان أحمد رضوان، تعليق الأستاذ حسام عبد الله الزبيري، تنفيذ وإخراج فايز حكرام.
لا 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 وليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على شدواني مبردة باتت على شدواني يا لا 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 شدا هذا الجزء الضارب في أعماق التاريخ وعراقة الأصالة ومهد الحضارة. شدا وإن كان معناه الطرف من القوة إلا أنه الحضن الدافئ والملاذ الآمن. يا لا لا يا لا 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 شدا جار النجوم وابن حي القمر، عمامته السحاب وعباءته الكادي والريحان وأنفاسه البن. شدا البكر التي لم تعبث بها يد الحضارة، والحسن الطبيعي الذي لم تتدخل فيه مشارط الجراحة. هنا يغرد العصفور قصيدة الجمال، وترقص الأشجار رقصة الحياة، وتعزف الأنسام أنغام الخلود. لم يكن هذا الجزء من بلادنا قبل العهد الميمون والدولة المباركة على أحسن حال، ولكن ذاك زمن مضى وتولى. أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستوري والإسلام منهجي، وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة. جاء عهد الخير، وحظي هذا الجبل بقفزات لم تخطر على بال أحد. كانت في السابق ضربا من الخيال وخروجا عن حدود العقل، وبدأت قافلة الخير، مرفق هنا وخدمة هناك. مدارس نشرت النور وفتحت باب الأمل لمستقبل جميل وغد مشرق يرسم الفرح بأبهى صورة. آئيو آئيو أبا أبي أبو. طرق علمت الأجيال أن إنسان هذا الجبل لا يعرف للمستحيل معنى ولا لليأس طريقا. هنا عرف معنى أن يد الله مع الجماعة، هنا التقى البذل مع الإرادة، هنا تجسد الإصرار آلة تشق طريق الطموح رغم قساوة التضاريس وشح آلات البناء. ومع ذلك، وإن كانت هذه الطرق تعد مشاريع عملاقة في حينها، إلا أن أبناء الجبل في هذا الوقت يطمعون في نقلة نوعية لهذا الطريق، توسعة وسفلته. وتوالت مشاريع الخير والنماء، فهذه نعمة الكهرباء تصل كل بيت وتضيء كل طريق. فلله الحمد والمنة، ولحكومتنا من بعد الله الشكر والعرفان. ونقول بصوت واحد، بصوت الحر الذي يعترف بالجميل ويقدر لأهل الفضل فضلهم: نحن يا خادم الحرمين أبناؤك، نعاهد الله ثم نعاهدك بأننا على العهد باقون،
وعلى خطى أسلافنا ماضون. نجدد لكم البيعة ولولي عهدكم وولي ولي عهدكم على سنة الله ورسوله في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا ننازع الحق أهله، سلما على من سالمكم وحربا على من حاربكم، والله على ما نقول شهيد. الآن مع نشيد ترحيبي يؤديه طلاب مدرسة سلمان الفارسي بشذا غامد وإشراف الأستاذ هاشم محمد رضوان. شرعها شرع لله رب عالم في سماه، شرعها شرع لله رب عالم في سماه، ما لها رب سواه والله اللي صانها، ما لها رب سواه والله اللي صانها. ديرتي دار السلام موطن البيت الحرام، ديرتي دار السلام موطن البيت الحرام، عزها رب الأنام والله اللي صانها، عزها رب الأنام والله اللي صانها. جندها رمح زناد في صدور أهل الفساد، جندها رمح زناد في صدور أهل الفساد، عانها رب العباد والله اللي صانها، عانها رب العباد والله اللي صانها. ديرتي دار السلام موطن البيت الحرام، ديرتي دار السلام موطن البيت الحرام، عزها رب الأنام والله اللي صانها، عزها رب الأنام والله اللي صانها. من سعى فيها بخراب راح تحلى مسراب، من سعى فيها بخراب راح تحلى مسراب، بشره بكسى عذاب والله اللي صانها، بشره بكسى عذاب والله اللي صانها. ديرتي دار السلام موطن البيت الحرام، ديرتي دار السلام موطن البيت الحرام، عزها رب الأنام والله اللي صانها، عزها رب الأنام والله اللي صانها، عزها رب الأنام والله اللي صانها. والآن قصيدة للشاعر لاحق عبيد الشدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح سعادة محافظ المغواه وصحبه الكرام. باسم رب الكون نبدأ وخير المبتدى، قبل نظام القصايد وبدع الحانها، بعدها يا مرحبا من على قمة شدى، باسم شيخان القبيلة وباسم عيانها، وباسم نره التراحيم والحادي حدا، صوت واحد من شباب ومن شيبانها، وباسم نره التراحيم والحادي حدا، صوت واحد من شباب ومن شيبانها. والضيوف اهلا هلا عد قطرة الندى، وعد تغريد البلابل بروس اغصانها، جبل الشدوان كم قال فيها المنشدة، الكرم ميزة هلا من قديم زمانها، يكرمون الضيف والموت الاحمر للعدا، غامد الهيلة عزانة طوال ايمانها، يكرمون الضيف والموت الاحمر للعدا، غامد الهيلة عزانة طوال ايمانها. يا المحافظ لك مكانه والاعلامك صدى، الرسالة واضحة من على عنوانها، يا المحافظ لك مكانه والاعلامك صدى، الرسالة واضحة من على عنوانها. بلغ مشاري من اصحاب القدا، حاكم الباحة وللسلطنة سلطانها، وده يصبح طريق الجبل مثل الهدى، وده يصبح طريق الجبل مثل الهدى، تنقل المرسد الاحمال من ريعانها، وده يصبح طريق الجبل مثل الهدى،
تنقل المرسنت الأحمال من ريعانا، وللوطن نعلن ولانا على طول المدى. السعودي يحترم دولته ما خانها، يا ملك حنا جنودك وللدولة فدا، مملكتنا الغالية نحتمي حدانها وسلامتكم. سعادة محافظة المخواة، أيها الحفل الكريم، أبى أهل شدى إلا أن تعطر أسماعهم بكلمة ضافية من سعادتكم، فتفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، إخواني وآبائي، شيوخ وعرفاء شدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفت في هذا اليوم المبارك بمشاركتكم جميعا، بداية احتفال وانطلاق احتفالات المحافظة باليوم الوطني لوطننا الحبيب. ولا شك أننا نكبر فيكم جميعا الصمود والطموح، معانقين بذلك طموح وصمود جبال شدى. نكبر فيكم اعتزازكم بوطنكم الحبيب، وطموحكم في أن يكون بهذه القرى في جبل شدى حظها الأوفر من التنمية والتقدم بإذن الله تعالى. هذا الاحتفاء بهذا اليوم الوطني لا شك أنه يشرفنا جميعا ويسعدنا أن نعلن من خلاله، ولا أنا لقادتنا ولدولتنا والتي كان لهذا اليوم المبارك الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لمن يجب أن ندعو له بالرحمة، وهو الملك عبد العزيز يرحمه الله، الذي وحد هذا الكيان الكبير تحت مسمى المملكة العربية السعودية. وجميعنا يدرك ما كانت عليه هذه المدن والقرى قبل العهد السعودي من انعدام للأمن وانتشار للأمراض وقطع للطرق وجهل وظلام وفساد. كان لجهوده يرحمه الله الأثر الأكبر في نتاج هذا الوطن وما نعيشه في وقتنا الحالي، حيث أسهم أبناءه من بعده الملوك يرحمهم الله، الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد، في مواصلة مسيرة التنمية وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، والذي لمس انطلاقة كبيرة في البنية التحتية لجميع المرافق ولجميع الخدمات. فواجبنا جميعا الاحتفاء بهذا اليوم، احتفاء بالإنجازات، احتفاء بما لمسناه من تقدم، وبذكرى عطرة خيرة لتنمية وطننا الحبيب. شكري لكم جميعا على ما لمسناه من احتفاء مبارك، ونعد الجميع بإذن الله تعالى أن يكون هنالك إن شاء الله اهتمام خاص ضمن الاهتمام العام بمحافظة المخواة، ولكن حيكون هنالك إن شاء الله اهتماما خاص لأهالي جبل شدى إن شاء الله من خلال إخواني وزملائي مدراء الإدارات إن شاء الله الحكومية
نعدكم وعدا قاطعا إن شاء الله أن نجتهد في ذلك وأن نحقق إن شاء الله، لأن دولتنا لن تبخل علينا بشيء، ولكن يجب أن يكون هنالك جهود كبيرة منا كمسؤولين في تحقيق إن شاء الله كل ما يسعد المواطنين. بهذه المناسبة أشكر إخواني في إدارة التربية والتعليم على جهودهم الكبيرة التي ساهموا فيها في هذا اليوم ضمن المخيم الخلوي في رفع علم المملكة العربية السعودية على أعلى قمة في منطقة الباحة. وشكري لجهود إخواني وأبنائي الكشافة والمسؤولين عنهم، شكري للإدارات الأمنية والخدمية التي ساهمت مع إخواني سواء في شدة أو في التربية والتعليم لإنجاح هذه الجهود. أكرر الشكر والتقدير لكم جميعا، وأدعو الله تعالى بأن يحفظ وطننا الحبيب وأن يستمر الأمن والأمان في ربوعه. وأكرر الشكر والثناء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا أبا جمعان، فقد وضعت البلسم على الجراح. شكرا لك من الأعماق بأسماء آبائي وإخواني وأبنائي من أهل شدى الأعلى. شكرا لكم جميعا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، إذ تكبدتم المصاعب وتجاوزتم المتاعب ووصلتم إلى هنا. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم. أكرر الشكر باسم أهالي شدى، والآن مع العرضة الشعبية. عسى ينقل حقيقتنا لجمع الدواير كلها، عسى ينقل حقيقتنا لجمع الدواير كلها. وإن شاء الله من زيارتكم نرى الخير واصل كل دار. 2 كيلو زبرت ما هي صعيبة تبشرنا بها. 2 كيلو زبرت ما هي بصيبة تبشرنا بها. والبلدية ما تخرج من ايدك ومنه في الأمانة. ادرس الوضع يا وجه السعد واعطنا العلم الصحيحة. ونحن غامد اللي في شدادنا حامي على بلدنا. لو بيامر ملكنا ما نقول غيرات الأمرات. سرفنا يا بشارنا المكان المنازل. اليوم عيد الوطن والزعم موجود محافظ منطقتنا. عسى ينقل حقيقتنا لجمع الدواير كلها.
وإن شاء الله من زيارتكم نرى الخير واصل كل دارة. 2 كيلو زبلت ما هي صعيبة تبشرنا بها، والبلدية ما تخرج من ايداك ومنه فالأمانة. ادرس الوضع يا وجه السعد واعطنا العلم الصحيحة. والحين غامد اللي في شدائد بنحام على بلدنا. لو بيامر ملكنا ناتر، لو بيامر ملكنا ما نقول غير. هات الأمر هات سربنا يا مشاري المكان المناسك. واصبح اسمك حمى للسيف واللون الأخضر يا شدع. ما يطيح العلم نفديه باموالنا ورقابنا. ما يطيح العلم نفديه باموالنا. كيف وانته علمنا اللي حمل سيفنا واعظم شهاده، واكتسى اللون الاخضر من خضار الطبيعه والجمال. ونحن غامد حماة الدين والكل يدري باسم غامد. الولاء للملك والتضحية للوطن من طبعنا. رفرفت راية التوحيد يوم اعتلت فوق المصلى، واصبح اسمك حمى للسيف واللون الاخضر يا شدع. ما يطيح العالم نفديه باموالنا ورقابنا. ما يطيح العالم نفديه علمنا اللي حمل سيفنا واعظم شهاده، واكتسى اللون الاخضر من خضار الطبيعه والجمال. والحن غامد حماة الدين والكل يدري باسم غامد. الولاء للملك والتضحيه للوطن من طبعنا. رفرفت راية التوحيد يوم اعتلت فوق المصلى، واصبح اسمك حمى للسيف واللون الاخضر يا شدع. ما يطيح والعالم نفديه باموالنا ورقابنا. ما يطيح العالم نفديه باموالنا.
التصوير بالله نظموا نفوسكم يا اخوان، نظموا نفوسكم يا اخوان، عندنا تصوير الان. ارجعوا باقي الاخوان واخذ وش تسوي بحياتك لو كانت في محلنا؟ وش تسوي بحياتك لو والله لو يدري بنا عبد الله ما يرضى من الحالات، والله لو يدري بنا عبد الله ما يرضى من الحالات. والملك يحسب شدا متقدما مثل الذي في الباحة، يا ملكنا ما فتحنا خطا الا من جيوبنا، يا ملكنا ما فتحنا خطا الا من جيوبنا. ودع على من قبل عند منه كلمته تنفعنا. وش تسوي في حياتك لو كانت تأتينا حلنا؟ وش تسوي في حياتك لو كانت خيلي في شدانا يا ملا يا ملا يا خيلي لا 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 يا لا 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 خيلي يا لا 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 خيلي يا ملايكة السماء النشامة خيلي خيلي يا ملايكة يا وطننا نجدد عهدنا من على قمة شدا باسمها لي شدا الأعلى نجدد ولنا يا ملكنا واسم غامد وغامد درع المملكة برض الجنوب واسم غامد وغامد درع المملكة برض الجنوب
نفتخر لأننا من دولة العز وديار النبوة، ديرة أعلامنا والإيمان قبلت عموم المسلمين. هذا يوم الوطن لازم نصدر الأفراح وتاني، خيلي يا ملايكة السماء بالنشامة، خيلي خيلي يا ملايكة السماء بالنشامة. بسمالي شدا لا نقدم ورانا يا ملكنا، واسم غامد وغامد درعنا المملكة برض الجنوب. نفتخر لأننا من ديرة العز وديار النبوة، ديرة أعلامنا والإيمان قبلت عموم المسلمين. هذا يوم الوطن لازم نصدر الأفراح وتاني، خيلي يا ملايكة السماء بالنشامة. شعر من شدا الأسفل وحبه بقلبي مملكتنا، ونحن غامد في أرض المعركة ما نظل في جنوبه. سيفنا يقسم ظهور العدا ونشوف حده في نبوه، والعدو يرمي العده وبعد المعادي مسلمين. والعدو يرمي العده وبعد المعادي مسلمين. عند راعى الكرام الضيف يا صاحبي بيبات هاني، شوفة الضيف مثل النو فوق المصلى، خيلي شوفة الضيف مثل النو فوق المصلى، خيلي.
ويديره خذيت ما في الأرض واصبح ملوكا ابغى اصواتكم معنا. يا لا 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 يا لا 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 اشوف قبل العين ميدان والمحبوب وان شاء الله ما يجي تخله ولا قلوب ما دام بن دادا وصل له شدا ويدين خذيت ما في الارض واصبح ملوكنا أشوف قبل العين ميدان والمحبوب وإن شاء الله ما يجي تخله ولا قلوب ما دام بن دادا وصل له شدا ويديره خذيت ما في الأرض واصبح ملوكا والله يعز الديره والله يحفظنا ويحفظنا المحبوبة هذا شدانا له محبة في القلوب الله يعز الأمن والله يعز الديره والله يحفظنا ويحفظ ملوكنا يا مرحبا مليون يا طاقم الفرسان قناة موروث الوطن حاضرا وبدوان قولوا لريسها ومخرج حروف الشاشة ينقل معاناة الجبل في برامجه
يا مرحبا مليون يا طاقم الفرسان، قناة موروث الوطن حاضر وبدوان، قولوا لرئيسها ومخرج حروف الشاش ينقل معاناة الجبل في برامجه. لا 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 راعى الغنم في البادية لا نقل رشاشه، ما يعرف الحاسب ويجهل برامجه. للمعرفة شاعر، للمعرفة والهيض شاعر وله شدوان، وانا كمان نمر وجالان نمر فرسان، إذا بدينا نتجمل في البدوان، راعى الغنم في البادية لا نقل رشاشه، ما يعرف الحاسب ويجهل برامجه. المشارع وصلوها للجبل ولا تامرنا لحرب إرادة نرمي لك مدينة، ولا تامرنا شمال المملكة يا ابني كان وجنوبي، أنت تامرنا وحنني نغير وجامل مملكتنا لو تروح أرواحنا من دون شر واحد، ونحن اللي نطلب مملكتنا لو تروح أرواحنا من دون شبر واحد، نفتدي هذا الشمر بأرواحنا والمال والولد، ونحن اللي نطلبه من ربنا وإليك يا أبو متعب، المشارع والصلوها للجبل وأرواحنا ألقى المشارع والصلوها للجبل وأرواحنا فدا.
ولا تأمرنا يا حرب إرادة نبغي لك مدينة ولا تأمرنا شمال المملكة يملكنا وجنوبي أنت تأمرنا وحن اللي نبي يطوي من يمر مملكتنا تروح أرواحنا من دون شبر واحد نفدي هذا الشبر بأرواحنا والمال والولد والحين اللي نطلبه من ربنا ويديك يا أبو مدرك المشارع والصنو هذا الجبل أرواحنا فداء شيخنا الجوفي مقدر ومحشوم هذا الصحيح وقولوا واللي تقولون مقادير يا
يا لال يا لهلال يا لال إذا وقفنا ما يجي مال عبيد نوقف لها يوم بصير الله شمال أحضرت خاطر بالزمان الخطير الواردة تكفي مع الشارده يا لاحق اسمع كل علم جديد الله محلى رجنا والمقال واللي تعدى في نهار المصير يسري على ظهره مفاصل يده يقول بسم الله بسم الله الرحمن رب البرية أقولها والنفس منكم برية للحرب والميدان عده برية ما فات شيء وكل مطرود ملحوق ما قادر يري قلب المعنى شنو يا لا 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 يا لاحق اسمع كل علم جديد الله محلى ارجنا والمقال واللي تعدى في نهر المصير يسري على ظهره مفاصل يده يا لا لا ليل يا لا 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 ما فات شيء وكل مطرود ملحوق بسم الله الرحمن رب البرية أقولها والنفس منكم برية للحرب والميدان عده برية والصبر زين وكل مطرود لا 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 يا لاحق اسمع هرجنا والمقال لاحق اسمع بالكلام الجديد الله محلى هرجنا والمقال واللي تعدى في نهر المصير يسري على ظهره مفاصل يده
الصحيح وقولوا واللي تقولون. نعمين بالشدوان شب وشايب أهلا انجليزا في نهار العقايب، واهل القديمي والسيوف العطايب ما فات وكل مطرود ملحوق. يا لا 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 ما فات وكل مطرود ملحوق. نعمين بالشدوان شاب وشايب أهل انجليز في نهار العقايب، واهل القديم والسيوف العطايب هذا الصحيح يا لال يا لال يا لال. السيف بارع باللقايا جديد يضيم راعى المخطيه بالمقال، يضيم كبد المعتدي والمقال. خوينا عود بسوى المصير ما عندنا الا صليده صليده. كلها عشان عطيه يستاهل. لا 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 هو يحب المناشبه. ايوه يا لا 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 يا لا 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 لا. واللي مشى في كل درب عسير بغى يسل السيف وانكايده. مطرب دبي يقفى مع بن سعيد، مطرب دبي يقفى مع بن سعيد في خاطره يبغى تعدى المجال. واللي مضى في كل درب عسير بغى يسل السيف وانقايده. سووا محايل أهل الذكاء والفطن سووا محايل، وأنا بسفرهم لديرة محايل. للشهر ولا أيام والحول حايل ما فات شي وكل مطرود ملحوق. مطرب دبي يقفى مع بن سعيد في خاطره يبغى تعدى المجال. واللي مشى في كل درب عسير بغى يسل السيف وانكايده.
تسافر العربان وانت مخالف، بالله قلل من كثير السوالف. تحمد الله يوم جت لك وظايف، هذا الصحيح وقول واللي تقولون. تسفر العربان وانت مخالف، بالله قلل من كثير السوالف. وتحمد الله يوم جالك وظايف، هذا الصحيح وقوله واللي تقولون. يا لا لا يا لا 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 لا، الله يعلم بالشقي والسعيد، والبنك الاهلي سيوانوا هالمجال. عبد الله لو يسكن بسودة عسير نشغل الصالون ونكايده. لا 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 لا. اسحبني يا عبد الله، اسحبني يا عبد الله شوي الله يهديك. لا 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 لا. بيني وبينك محبة ما تفيد العقايب، بيني وبينك محبة ما تفيد العقايب، حتى يجينا القدر والموت يشتى محله. والله اني انسى وكثر الهجر يجيب نيسان. اسمع كلامي دخيلك قبل يجيب عادي، بيني وبينك محبة ما تفيد العقايب، حتى يجينا القدر والموت يشتى محله. اسمع كلامي دخيلك قبل يجيب عادي، بيني وبينك محبة ما تفيد العقايب، حتى يجينا القدر والموت يشتاق. يا لا 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 يبقى شدا شاب خلها ما شدا محله.
لا يبقى شدا شامخ الهامات واشتغى محله يا لا لا يا لا 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 أنا شاد إنك تبرد ويا شايب ليسان يا مطور ولا كل العرب شايباني يوم ان بعض المواتر ما تفيد العقايب يبقى شدا شامخ الهمات واشدا محله يقول ما عاد يجي لنا من توجب اي احتمالي شدا شدا بعد ذاك الله الله صدقني أقول يا مزرع بالدخن والبر حبيت أقول يا مزرع بالدخن والبر حبيت يعطيه ربي وزرعه ما تطايح ولا مال ما عاد يجي لنا من توجب اي احتمالي شدا شدا بعد ذاك الفن صدقني شدا شدا بعد ذاك الفن صدقني احتمالي وانا تهمي وراعدتهم صدقني يقول لاحق في ارض البدو والبر حبيت اليوم ما عاد عندي بالخزاين ولا مال انا على داعش العينين بيا احتمالي لاني تهمي وراعدتهم صدقني يا لا يا لا يقول لاحق في ارض البدو والبر حبيت اليوم ما عاد عندي بالخزاين ولا مال انا على داعش العينين بيا احتمالي لاني تهمي وراعدتهم صدقني